هو ليه وسام ابو علي مهاجم الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، سواء اللي فات او اللي شغال؟ تفاصيل كتيره هتعرفها النهارده في شاهد ما شافش حاجه. مبدئيا كده وسام ابو علي هو المهاجم الوحيد اللي دخل النادي الاهلي والدوري المصري من فتره تقدر تلعب عليه باي اسلوب لعب انت عايزه. يعني وسام ابو علي لو فكرت تبني لعب فهو مفتاح لعب كويس جدا، وتقدر تبني عليه اللعب ويقدر يستلم الكره ويسلم على الارض. اما بقى لو فكرت تقف في نص ملعبك وتلعب على الكونتر اتاك فهتلاقي ان وسام ابو علي بيقدر يتحرك في المساحات وبشكل كويس جدا. اما بقى لو فكرت تلعب على الكرة التانية وتلعب على مهاجم محطة فهتلاقي ان وسام ابو علي بيطلب اصلا الكرة. يعني عايزك تركز معايا في الكرة اللي هحطها لك دي، هتلاقي ان وسام ابو علي بيبدأ يتمركز في ماتش العين وفي الدقيقة 70 خلي بالك، وبيبتدي يطلب الكرة من محمد الشناوي ان نلعب عليه الكرة الطويلة علشان نبتدي نستلم الكرة ونلعب على الكرة التانية. ولكن في الحقيقة هو وسام ابو علي بيلعب في الدقيقة 70 بنفس القوة ازاي؟ في الحقيقة وسام ابو علي بيلعب طول ال90 دقيقة بنفس القوة ونفس الكواليتي، وده طبعا مش بنحسده ولا اي حاجة، ولكن لان هو دي امكانياته. لو بصيت على وسام ابو علي في الدقيقة الاولى هتلاقيه بيضغط عالي، لو بصيت عليه طوال المباراة هتلاقيه بيضغط عالي، ورغم كده كل كورة بيبتدي يطلبها علشان يقدر يساعد نفسه ويساعد زمايله، بيرجع ويغطي مكان حسين الشحات في الكرة دي، والكلام ده في الدقيقة 70. هل هو مطلوب منه يعمل ده كمهاجم؟ لا طبعا، ولكن لقى حتة فاضية، لقى جزء فاضي في الملعب يقدر يساعد فيه، وعشان كده هتلاقي ان وسام ابو علي بيرجع ويساند مكان حسين الشحات. اما في مباراة سيراميكا كليوباترا وبعد الدقيقة 70 برضه والنتيجة 4-1 للنادي الاهلي، هتلاقي ان وسام ابو علي بيرجع وبيضغط في نص ملعب النادي الاهلي ويقطع الكورة فتروح تتنقل الناحية التانية لطاهر محمد طاهر وتتلعب بالعرض. هل وسام مطلوب منه يعمل ده والنتيجة 4-1؟ لا، ولكن وسام ابو علي مهاجم الموسم